عامل ديزاين عالمي دافع فيه دم قلبك ونازل بيه مصر. عمرك حسيت بحلقه مفقوده ما بين الديزاين والشغل الجامد اللي انت عامله وبين اليوزر اللي بيستخدمه في مصر؟ تقعد تعمل ريسيرش، تقعد تقرا مقالات وتقرا كتب، بس بتحس ان في الاخر النتيجه مش هي. المشكله مش فيك ولا في ديزايناتك، صدقني. الفكره بقى ان في شفره في التعامل مع المستخدم المصري. فانا بقى النهارده جاي اديك من الخلاصه واديك كل خبراتي علشان تعرف تعمل يوزر ريسيرش صح في مصر، عشان تعرف تدخل جوه دماغ اليوزر وتفهمه بجد، وبالتالي تعمل ديزاينات الناس تحبها وتستخدمها، وبالذات هنا في مصر. فكمل معايا الفيديو للاخر. كتير مننا وانا اولكم يعني زمان كنا بنقع في الفخ ده، بنسمع عن بيست براكتسز عالميه، بناخد كورسات من بره ونحاول نطبقها هنا بالحرف الواحد من غير ما نفكر هي مناسبه لينا ولثقافتنا ولا لا. بنحط افتراضات بناء على اللي احنا قريناه، بنصمم حاجه زي طرق الدفع مثلا تكون معقده الناس هنا مش متعوده عليها، او ممكن نستخدم مصطلحات او ايقونات بس تتفهم غلط هنا عندنا، او ممكن تعمل انترفيوز او مقابلات بطريقه رسميه زياده عن اللزوم تخلي اللي قدامك يكش منك ويقفل وما يكملش معاك. وللاسف النتيجه غالبا بتبقى ان احنا ضيعنا وقت وفلوس من الشركه او من وقتي وفلوسي انا كفريلانسر، وفي الاخر الديزاين مش بيوصل للناس ومش بيلمسهم ومحدش بيعرف يستخدمه، وبالتالي البيزنس بيخسر فرصه كبيره قوي. وده بالظبط اللي حصل ليا في شغلي في تريلا لما كنت بشتغل لاول مره من بيرسونا سواقين النقل. البيرسونا صعبه جدا، فيهم ناس كتير قوي مش شاطره قوي في التكنولوجيا، فيهم ناس مش بتعرف تقرا وتكتب كويس، فكان الموضوع تحدي كبير قوي. ولما ابتديت اشتغل ديزاينز من دماغي كده وعايز اطلع حاجات شكلها حلو وفشيخ، ده واجه فشل ذريع لما ابتديت انزل واشوف ازاي الناس بتستخدمه، واكتشفت ان في فجوه كبيره قوي بين الديزاينز اللي انا بعملها وبين المستخدم الحقيقي في ارض الواقع. طب الحل فين بقى؟ مش بالضروره يكون الحل ان انت تجيب تولز اغلى او تعمل خطوات اكتر وتعقد الموضوع. الحل بيبدا من هنا. الحل في المايند سيت، طريقه التفكير اللي هتدخل بيها على المستخدم ده لازم تبقى عامل ازاي. انت عارف ان ثقافتنا ليها طابع خاص كده، ليها طعم مميز. هتبقى جامد قوي لو انت فهمت التركيبه بتاعتها او الوصفه بتاعتها عامله ازاي. وعشان تظبط المايند سيت الصح هتحتاج 3 حاجات اساسيه. اول حاجه الامباثي او الاحساس العالي، مش بس تفهم هو بيقول ايه، لا تحاول تحط نفسك مكانه بجد وتحس باللي هو بيحس بيه في المواقف المعينه. تاني حاجه هي الاويرنس او الوعي بالواقع، تبقى فاهم كده السياق، ايه العادات والتقاليد، الناس هنا بتفكر ازاي، بتتكلم ازاي، ايه اللي بيزعجها، ايه اللي بيبسطها، ايه الافيهات اللي هي بتقولها. تالت حاجه هي الادابتيشن، انك تبقى زي السفنجه كده مرن. لازم ما تبقاش داخل بفكر جامد ومستعد تبقى مرن وتغير طريقتك واسئلتك على حسب طبيعه الشخص اللي قدامك. لما بتخش بالمايند سيت دي بتلاقي نفسك بتلقط حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. ولو عرفت تفهم المستخدم بجد وتعرف تقرا اللي بين السطور، النتائج بتاعه البحث بتاعتك هتبقى فشيخه. تعال نتكلم بقى ازاي هتطبق ده بشكل عملي. واعتقد اول تحدي هتقابله اجيب ناس اعمل معاهم ريسيرش منين. الموضوع محتاج شويه حرفنه، محتاج شويه حفركه، محتاج شويه فاهمين يا محتاج شويه دعبسه عشان تعرف توصل للشريحه الصح اللي هتجيب لك النتائج الصح. من اشهر التحديات اللي ممكن تقابلك هنا لو انت عايز توصل لناس من محافظات بعيده عنك، لو عايز توصل لناس من خلفيات اجتماعيه مش قريبه منك او من الدوائر بتاعتك. حاجه تانية ممكن تشوفها ان ناس كتير قوي هتكسل تشارك او هتخاف اصلا من الموضوع دوت عشان مش فاهمين ايه اللي بيحصل هنا. وممكن تقابل ناس عايزه تعمل ده بس بمقابل مادي، وانت لازم تكون مستعد لحاجه زي كده. هتحط بادجت مش كتيره قوي ومش قليله قوي، تكون لحد ما مناسبه للريسيرش بتاعك. واعمل حسابك من دلوقتي على تاجيل وتاخير المواعيد او ان هي تتكنسل على اخر لحظه. طب الحل بقى لكل ده ايه؟ هقول لك شويه طرق انا جربتها هتجيب نتيجه معاك كويسه قوي. جروبات الفيس والتليجرام والواتساب. هتخش على الجروبات دي، هتعمل لك بوست محترم كاتب فيه كل التفاصيل بتاعه الحاجه اللي انت عايز تعملها، وهتعرف الناس انت محتاجهم في ايه بالظبط وهتديهم ايه مقابل الوقت بتاعهم ده ممكن يجيب نتائج في بعض الحالات وممكن ما يجيبش. تاني حاجه انك تعتمد على معارفك او زمايلك. غالبا كل واحد فينا في دايرته او في دايره معارفه ناس ممكن يوصلوا لناس تكون مناسبه للشريحه اللي انت بتدور عليها. في بعض البروجكتس بتطلب منك انك تنزل اماكن عامه زي الكافيهات او المولات او النوادي، بس طبعا لازم تاخد اذن قبل ما تعمل الحاجات دي كويس، وعادي اللي يرفض ما تضغطش عليه. ولو معاك ميزانيه صغيره ممكن تبتدي تعمل اعلان موجه للفئه اللي انت بتستهدفها وتحاول تجيب منهم ناس عشان تقابلهم وتعمل معاهم ريسيرش. اهم حاجه بقى في كل الطرق دي حاجتين. اول حاجه انك تعمل سكريننج كويستشنز او اسئله فلتره عشان تتاكد ان هذا الشخص هو الشخص المناسب اللي انت بتدور عليه. تاني حاجه انك تاكد الميعاد قبلها بيوم، قبلها بساعه، قبلها ب10 دقايق. ميك شور ان الناس عارفه الميعاد اللي هي هتقابلك فيه، وهتزعل لو حد كنسل او ما جاش. انت برضه لازم تكون عامل حسابك في عدد اكبر من اللي انت محتاجه، وتعمل حساب ان في ناس هتفكس. طب انت خلاص دلوقتي عرفت توصل للشخص وعرفت توصل معاه الميعاد وهتقابله او هتقعد معاه في زوم ميتنج. قبل بقى ما تفتح النوت بوك بتاعتك وتبتدي تقعد تسال اسئله،
في خطأ من رأيي مهم قوي قوي. زي ما بيقولوا كده، ازاي تكسر التلج وتمهد للحوار اللي انتوا هتبتدوه مع بعض. احنا كمصريين بنحب اللي يضحك في وشنا ويتكلم معانا بود كده. ممكن تبدا معاك كده بدردشه خفيفه تفك الدنيا. عامل ايه الكلام، ايه الاخبار، يومك كان عامل ازاي النهارده، اكلت ايه النهارده. الحاجات دي بتخلي اللي قدامك يقلل التوتر كده ويحس ان هو بيكلم واحد صاحبه. وخلي الاسئله والدردشه البسيطه دي بعيد عن الشغل، حاجه كده شخصيه تفتح بس كلام كده وتعرف الناس على بعضها. ولازم تركز قوي في لغه الجسد بتاعتك. عايز عينك تبقى في عينه كده بتبص له وتبقى بتبتسم بجد، مش اللي هو ابتسامه كده، لا من قلبك. يعني انت فعلا مبسوط ان انت قاعد مع الشخص ده. لو انتوا في مكان عام او متقابلين في كافيه، لازم تعرض عليه يشرب حاجه او تعزمه على حاجه. وقبل ما تبدا ببساطه اشرح له انتوا النهارده هتتكلموا في ايه. حاجه مثلا زي النهارده احنا هنقعد ندردش مع بعض عشان عايزين ناخد رايك في كذا. اطمن، مفيش اي حاجه صح او غلط، كل اللي هتقوله هنبقى مقبول بالنسبه لنا، كل اللي هتقوله هنحافظ عليه في منتهى السريه ومحدش هيشوفه. الموضوع كله ان شاء الله هياخد من حوالي 10 دقايق، ربع ساعه، نص ساعه. لو عملت كده الوضوح ده بيخلي اللي قدامك مستريح وعارف هو داخل على ايه بالظبط. الدقيقتين 3 التمهيد دول خلي بالك ممكن يكونوا اهم حاجه في المقابله كلها، لانهم بيدخلوا الشخص ده في المود وبيخليه مرتاح ويعرف يتكلم معاك بصراحه. دخلنا بقى في الجد وهنبدا نسال. هنا بقى الصنعه بتبان. عايزك بقى تخليك شواف. مش كل اللي انت راسه وكل الاسئله اللي انت كاتبها هتعرف تقولها بالظبط بالترتيب اللي انت حاطه. عايزك تبقى فاهم مش حافظ. عايزك تفكر في مثلا ايه اللغه اللي انت هتستخدمها في الانترفيو. ممكن تستخدم مع ناس لغه انجليزي، ممكن تستخدم مع ناس لغه عاميه، ممكن تستخدم مع ناس لغه شعبي اكتر شويه، تشعبولي العمليه شويه. لازم تفكر الشخص اللي قدامك ده ايه الطريقه اللي هو بيرتاح في الكلام فيها، وتبتدي تخلي طريقتك انت كمان بتمشي مع الطريقه بتاعته. تاني حاجه بقى الدعبسه، الدهلكه، فاهم، النخوره. ناس كتير في مواضيع معينه كده بتبقى حساسه ناحيتها شويه، زي الكلام في الفلوس، زي الكلام في الدين، زي الكلام في السياسه. مواضيع زي دي مش هينفع تخش تطخ الاسئله كده بطريقه مباشره. لو عايز تعرف مثلا الشخص ده بيقبض كام او الانكم ليفل بتاعه ايه وهيقدر يدفع مثلا الحاجه دي ولا لا، مش هتروح تساله انت بتقبض كام بشكل مباشر. ممكن تبتدي تساله لو حد زيك او حد صاحبك هيشتري اشتراك في السيرفيس دي او هيشتري المنتج ده، تفتكر السعر العادل اللي هو ممكن يدفعه للمنتج ده كام؟ فهو الله يقول لك والله يا باشا في الموضوع دوت انا ممكن ادفع 2000 جنيه. ولو انت حاطط في تقييمك ان الحاجه دي المفروض كان يقول 5000 جنيه، تعرف ان ده المستوى بتاع الدفع بتاعه. تالت حاجه الاسئله لازم تكون مفتوحه مش مقفوله. طب ايه الفرق؟ يعني مثلا بدل ما تقول عاجبك اللون ده، فهو يقول لك يا يا لا، وهيسيبها مقفوله عشان مش كل الناس بتحب الرغي وتحب تسترسل في الكلام. جرب تساله ايه رايك في الالوان اللي احنا عاملينها، إيه حاسس بايه لما شفتها. الاسئله اللي من النوعيه المفتوحه دي هتخليه يتجرجر كده في الكلام ويبتدي يحكي. رابع حاجه ودي مهمه قوي، اوعى تتخدع بالمجاملات. احنا كمصريين لزاز ومش بنحب نقول لحد عمل حاجه وحشه انت عملت حاجه وحشه في وشه. فبالتالي لو حد قال لك الله ينور يا باشا شغل عالي، ده تصميم 100 100 والله، لا لا تصميم زي الفل وبتاع، طبعا هتشكره وتقول له كتر الف خيرك، ولكن خلي بالك ان هو في احتماليه كبيره قوي ان هو بيجاملك. لو عايز تعرف تفرق بقى اذا كان فعلا هو معجب بالتصميم او بيقول لك كده مجاملات، حاول تبتدي تسال اسئله اكتر حوالين الموضوع. يعني مثلا قول له ايه اكتر حاجه عجبتك في التصميم؟ طب ايه اكتر حاجه ممكن تتطور في التصميم؟ طب ايه اللي ممكن يزيد او يتشال او يتغير في التصميم؟ تتاكد اذا كان هو حابب الحاجه دي ولا بيجاملك فيها. انا عاده في تجربتي كنت دايما بقول للناس انا مش جاي اسمع منك كلام حلو، انا جاي عشان انت تساعدني ان احنا نطلع غلطات ومشاكل في التصميم عشان انا اعرف اخدها واشتغل عليها واعرف احسن من التصميم بتاعي. في قاعده لذيذه قوي اللي هي الفايف وايز تقريبا اسمها كده، انك انت لما بتسال حد سؤال ويجاوبك تقول له ليه فيجاوبك، فتقول له ليه فيجاوبك، فتقعد تقول له ليه. حاول تبقاش انوينج يعني، بس الطريقه دي مفيده قوي انك بجد بتعرف توصل لجذر المشكله. لما تسال كتير ليه هتعرف بجد تفهم السبب الحقيقي. واحيان كتير الناس نفسها ما بتبقاش عارفه ايه السبب، فانت بتسالهم ليه بجد انت وهم بتعرفوا ايه السبب. زي مثلا لو حد سالني بقول لك ايه ما تيجي نخرج النهارده، ممكن اقول له والله تعبان مش قادر، بس الحقيقه ان انا معيش فلوس، بس يمكن مكسوف اقول له ان انا معيش فلوس. لو بتعمل يوزابيلتي تيستنج او اوبزرفيشن محتاجك تركز قوي في التفاصيل، ولازم قبل ما تبتدي تمهد للراجل ان انت في القعده دي بتختبر الديزاين مش بتختبر الراجل هو. يعني مثلا لو الراجل خد وقت كبير في ان هو يفهم الصفحه دي مشكله في الصفحه مش مشكله فيه. القرارات اللي انت عملتها في الديزاين مش واضحه، ده مشكله في الديزاين مش مشكله في الراجل. لازم ده يكون واضح للراجل كويس قوي عشان يعرف يبقى مرتاح وهو بيتعامل مع التصميم، وتعرف انت تاخد من وراه نتائج حلوه. عايزك وانت قاعد مع المستخدم تبقى دكتور يحيى راشد كده، مركز في لغه الجسد كويس قوي.
هتركز في التنهيده، حركه الحواجب، هتشوف هو متردد قبل ما يدوس ولا لا، لو سرح كده وبص بعيد. كل دي يا باشا داتا. بس ابوس ايدك ابوس ايدك، اوعى تفسرها من دماغك. قبل ما تفسرها حاول تسال عنها شويه. يعني ممكن مثلا اللي هو انا لاحظت انك وقفت قدام الصفحه دي شويه، هو ايه السبب؟ ممكن تشرح لي كده بصوت عالي انت كنت بتفكر في ايه؟ التفكير بصوت عالي ده مهم قوي. انت محتاج تفهم المستخدم ان انت ازاي وانت بتعمل الاكشنز تبقى بتطلع الافكار في دماغه وهو بيفكر فيها. يعني قول له، اديله مثال، قول له بص يعني دخلت على الصفحه حسيت والله ده معناه ان انا لو دوست هنا هروح على البيمنت، وده معناه ان انا لو دوست على الايكون دي هروح على البروفايل. الطريقه دي بتخليك تعرف ايه اللي بيدور في دماغ الشخص ده وهو بيستخدم الديزاين بتاعك. وعلى فكره لو سكت وهو بيفكر ده معناه انه فعلا ممكن يكون الحاجه دي محيره، او بتدل ان هو في حاجه مش واضحه. وعشان ما نبقاش بنتكلم كلام نظري كده في الجهجهوني، تعال نجرب دلوقتي مع بعض حاجه عملي. جاهزين؟ دي الطريقه الغلط، ها ركز. لو سمحت كنت عايز اعرف ايه رايك في الخاصيه دي، سهله ولا صعبه؟ عرفت تستخدمها؟ دي بقى الطريقه الصح. ممكن تجرب الديزاين ده وحاول كده تعمل لوجن، ويا ريت كده لو تقول لي ايه اللي بتدور في دماغك وانت ماشي في الخطوات دي بصوت عالي. ومفيش اي مشكله لو انت وقفت او اتلخبطت، ده العادي اصلا. شايفين بقى الفرق؟ الطريقه التانيه حاولنا نشيل الضغط من على اليوزر، فتحت كده المجال للملاحظه والكلام. ما تحسوش كده ان هو في امتحان صح وغلط، سهله وصعبه. والله يا ابني لو غيرت الطريقه دي هتاخد فرق نتائج، فرق بين السماء والارض. دلوقتي انت جمعت كل البيانات دي، اجابات، ملاحظاتك عليهم، بس انت محتاج تبتدي تشتغل على الداتا دي وتحللها. لما هتحلل الداتا دي هتعرف تطلع انماط متكرره مثلا ما بين المستخدمين. قعدت مع 10 يوزرز، 8 منهم خدوا وقت كبير قوي عشان يفهموا فيتشر معينه، او قعدت مع 10 يوزرز اغلبيتهم قالوا لك ان هم مش هيبقوا متحمسين يشتروا سبسكريبشن في السيرفيس دي. لما تبتدي تشوف الانماط متكرره ما بين اكتر من مستخدم تعرف ان فعلا عندك مشكله حقيقيه. ما تستناش المشروع الكبير او الفرصه المثاليه علشان تعرف تطبق كل ده. جرب على الاقل الاسبوع ده تعمل حاجه واحده من اللي احنا قلناها النهارده في الفيديو. جرب تسال سؤال بطريقه غير مباشره، جرب تبص على حد وهو بيستخدم ابلكيشن معين وتركز في لغه الجسد بتاعته، جرب تحاول تبني ثقه كده مع اي حد قبل ما تحاول تطلب منه اي حاجه. بس كده، يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم وكانت فيها جرعه مكثفه ومفيده لليوزر ريسيرش. ولو لسه مش مشترك في القناه يا ريت تدوس دلوقتي سبسكرايب وتشترك معانا. شكرا جدا لوقتكم، اشوفكم الحلقه اللي جايه، سلام.